في تصريح خاص أكد الفنان الجزائري فضيل أنه لا يواجه أي مشاكل في دخول دولته الجزائر، وأنه ليس ممنوعا من دخول تراب وطنه. رغم ذلك يفضل فضيل الاستقرار بشكل دائم في المملكة المغربية، حيث يعيش في مدينة مراكش منذ 13 سنة. وأوضح فضيل أنه لا يخشى أن يكون مصيره مثل الشاب حسني الذي توفي رميا بالرصاص، مؤكدا أنه يحترم بلده الجزائر ويرى أن استقراره في المغرب أو دفاعه عن المملكة هو خيار شخصي يدخل في حرية اختياره. يشعر فضيل أنه مغربي ومراكش الانتماء رغم أصوله الجزائرية وولادته ونشأته في فرنسا. وعن الهجوم الذي تعرض له بعد دعوته للرئيس الجزائري لاحتساء الشاي المغربي، أكد فضيل أنه يحترم الرئيس الجزائري وأن نيته كانت طيبة في دعوته للاطلاع على طريق عيش جزائري في المغرب. وأشار إلى أنه تلقى سيلا من السب والشتم من الجزائريين، لكنه يعتبر هذا الاحترام واجبا. ودافع فضيل عن مغربية الزليج والقفطان المغربيين، مشيرا إلى أنهما جزء لا يتجزأ من تراث المغرب، بينما يعترف بأن موسيقى الراي هي أصلها جزائري بشكل خالص. فيما يتعلق بأعماله الفنية، كشف فضيل أنه لم يجد صعوبة في تصوير جديده الفني في الأحياء الشعبية بمراكش بفضل دعمه من سكان المدينة ومساعدة زوجته في الإدارة الفنية. وأضاف أنه أراد تصوير الفيديو كليب في مراكش لشكر الجمهور المغربي على دعمه المستمر، وأعرب عن امتنانه لهذا الحب والدعم. أغنيته الجديدة فاتي، والتي اختار لها عنوان سيستوحي من الأسماء الشعبية المغربية، تم تصويرها بمشاركة سكينة كلامور بطلة الكليب التي اقترحتها زوجته مراكشية الأصل.